السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. كنت عايزة اتكلم معاكم في مشكلة حبيبتي كتبتها لي في الكومنتات من متابعيني الجمال اللي بيتابعوني من اول ما فتحت القناة، وهي انسانة عزيزة على قلبي جدا. انا معرفهاش شخصيا او ما شفتهاش في الحقيقة، بس انا اعرفها ان هي دايما بتتابع فيديوهاتي وبتكتب لي في الكومنتات من اول ما فتحت القناة. بتقولي يا اسماء، انا دلوقتي في مشاكل بيني وبين حماتها. لما حماها توفى هي كانت بتبقى قاعدة معاهم وبتاكل وبتشرب معاهم وزي الفل، وبعد كده اول ما حماها توفى كانت تعتقد ان الامور هتبقى احسن وهم هيحبوها اكتر، بس لقيت عكس كده خالص. اخت جوزها بتيجي وبتسلط امها عليها وبتقومها عليها وبتقول لها دي بتعمل وبتعمل. وحماتها رغم ان صاحبة المشكلة هي اللي شايلة حماتها، لا برغم كده بتقول لها ان بنتي اهم حاجه في البيت، وهي اللي تدخل وهي اللي تاكل وانت اللي غريبه او انت اللي مالكيش لازمه. فالمهم عزلت وخدت جنب كده مع نفسها في بيتها. فبتقولي انا كنت بتكلم مع اختي في التليفون، واختي قالت لي فبتحكي لي عن مشاكل عندها، فانا بقول لها حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. في الوقت ده طبعا حماتها واقفه ورا الباب بتتصنت عليها. قلبت الدنيا بقى، انت بتدعي عليا، انت بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيا، ده انا هقول، ده انا هجيب ناس تشهد عليكي، ده انا هقول لاخو جوزك الكبير وهاجي اشهده عليكي ان انت بتحاسبين عليا. فلما حكت للناس اللي حواليها بيقولوا لها ده هي بتعمل كده او بتتصنت عليك او بتقول لك كده علشان تجري شكل وتصالحك. بصي يا حبيبتي، بما اني انا عشت في بيوت عيله، وبما اني انا فاهمه يعني الى حد كبير في مشاكل بيوت العيله، عايزه اقول لك لا يا حبيبتي، هي ما بتعملش كده عشان تصالحك. حماتك شايفه ان جوزك كويس جدا معاكي. حياتك اللي كانت مكشوفة بالنسبة لها ومفتوحة وعارفة بتاكلي ايه وبتشربي ايه وعايشة ازاي وبتعملي ايه، مش ظاهرة قدامها. ما انت خلاص عزلت وخدت ركن مع نفسك وخدت جنب. هي بقى عندها فضول كست كبيرة، وطبع معظم الستات الكبيرة اللي هي عايزة تعرف بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتكلمي مين، عايزة تمسك عليك غلطة، دي بتكلم حد، دي بتقول لاختها كذا، ده بتقوي اختها كذا، عايزة تمسك عليك غلطة علشان تتخانق انت وجوزك وتقوم الدنيا عليك. انا طبعا ما بقومكيش على حماتك، هي دي معظم يعني الا طبعا من رحم ربي ان الستات الكبيره بتعمل كده، اللي هي فيها موضوع ان هي تتصنت على مرات ابنها لما تكون مخاصماها. بصي هقولك، هي لولا مهتمه بيكي ومهتمه بتفاصيلها، انت فاكره ان انت قاعده في البيت وهي وبنتها تحت فانت اللي متغاظه وانت اللي قاعده وهما مبسوطين؟ لا يا حبيبتي، بالعكس، ده هما اللي بيفكروا فيكي، هما اللي هيتجننوا منك، هما اللي متغاظين ان انت واخده جنب مع نفسك وعايشه ومرتاحه ومبسوطه. فهم عندهم فضول يعرفوا انت عايشه ازاي، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، ايه حياتك دي عامله ازاي. تمام. لكن تقلب الدنيا تعدلها ربنا وحده. هو انا ما قلتش ان انا ما قلتش كده ان انا مش عليك ولا اقصدك انت، تمام؟ خلاص انت كده قلت لها اللي فيها. لكن حماتك مش موضوع عايزه تصالحك بقى او مش عايزه تصالحك او الكلام ده. كل المشكله اللي في حماتك زي ما بقولك، هي عايزه تعرف ايه اخر تفاصيلك. انت زي ما كنت بقولك، انت معتقده ان انت اللي متغاظه وان انت اللي قاعده وان انت اللي ما بتكلمهاش وان هي وبنتها واكلين الجو تحت وبيهزروا وبيضحكوا. لا يا حبيبتي، لا لا خالص. هما اللي متغاظين منك ان انت جوزك كويس معاكي، هما اللي متغاظين منك ان انت مبسوطه وسعيده، هما فاهمين ان انت بص جوزك بيتمنى لك الرضا ترضي، وهو اللي قاسي على مامته وهو اللي مدلعك وهو اللي مهننك. فتعمل ايه؟ عايزه تعرف انت بتكلمي مين، بتعملي ايه، عايشه ازاي، بتاكلي ايه، بتشربي ايه. فهي ايه؟ بتتسلط عليكي. فهي سمعت الكلمتين دول. طيب انا اتصرف ازاي؟ زي ما قلت لك، انت قلت لها انا ما قلتش، تمام؟ خلاص انت ما قلتيش، ولا كأن حاجة حصلت، ولا تفضلي بقى تهري وتنكتي في نفسك، ده هي قالت عليا، ده هي ظلمتني. والله لما تحب تجيب لك سلفك او اخو جوزك تعالى دخليه بيتك وجوزك يكون موجود، اهلا وسهلا. بص انا ما اتكلمتش على مامتك ولا جبت سيرتها، واختي اهي معايا وانا مستعده اكلمها في التليفون، وكلمها انت من غير ما تعرف ان انا هكلمها، واعلي المايك واقول لها احنا لما كنا بنتكلم انت كنت بتحكي لي على ايه وانا قلت لك ايه. هي هتقول قدام اخو جوزك كده خلاص انت برأت نفسك. طيب هي ما جابتش اخو جوزك وما عرفتيش وما قالتش وخلاص، خلاص اقفلي الموضوع، ما تفتحيش الموضوع تاني. خلاص انت مادام ما بتاذيهاش، مادام ما بتضرهاش، مادام يعني ما بتجيش عليها برضو لان هي ست كبيره، خلاص ربنا اعلم ما في النوايا وما تخفي الصدور. انت قدام ربنا ما قلتيش خلاص، ولا تفضلي تهري وتنكتي في نفسك، ولا تفضلي تقولي ده هي ظلمتني وقالت وعادت، ولا كأن في حاجه حصلت.
وعايزه اقولك هي اللي مهتمه بتفاصيل حياتك، وهي اللي مهتمه بيكي، وهم اللي متضايقين ومتغاظين ان انت ما بتنزليش وان جوزك كويس معاكي، مش انت اللي متغاظه علشان هم سايبينك وقاعده انت لوحدك. لا يا حبيبتي، اتاكدي ان اللي هم متضايقين ان انت سايباهم، رغم ان هتقولي لي اسماء ده بالعكس، ده انا لما بنزل بيعملوا فيا وبيسووا فيا وبيخلوني انضف وبيخلوني. لا، ما هو بصي، الانسان لما بيجي على نفسه كتير وبيجي على نفسه فترات طويله جدا وبيستحمل، ما تزعليش مني. مش هقولك انزلي وساعدي حماتك واعملي كل حاجه، الكلام ده لو انتوا بتتكلموا، بس ما تجيش على نفسك. لقيت حد داس على كرامتك ولو بالهفوه كده، لا خلاص يا حبيبتي، تعاملي بما يرضي الله. لكن اللي يجي عند كرامتك، ما اصل احنا مش بنروح بيوت اهل جوازنا عشان نتذل. اللي هما بيعاملوني كويس هعملهم احسن مني، مش بيعاملوني كويس بقى اعملهم بالحسنى، وكل واحد في حاله. تمام. فيا حبيبتي، لا هي حماتك مش عايزه تصالحك ولا حاجه، انا طبعا ما بقومكيش عليها وما بقولكيش، لان انا مش هكدب عليكي. لا، هي حماتك حابه تعرف ايه تفاصيل حياتك، اخر اخبارك، وصلتي لفين، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتكلمي مين، بتتعاملي ازاي، ايه دنيتك اللي هي بالنسبه لها كانت مكشوفه، ودلوقتي حياتك بقت متداريه محدش يعرف عنها حاجه. خليكي زي ما انتي قافله بابك على نفسك لغايه ما الست تبقى كويسه معاكي، ولو بقت كويسه معاكي خليكي انت بنت اصول وخليكي احسن منها. يا رب اكون ردي كده كفه ووفه في المشكله بتاعتك حبيبتي. جيت من عند ماما كده، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويديها الصحه وطولة العمر. ادتني بيض وكمان ادتني لبن، فغليت اللبن كده وكمان سلقت البيض. وهنا ابني الصغير بيحب البيض معمول بسمن، فايه كسرت له كده بيضه بسمن علشان ياكلها. هنا كده بسخن العيش على البوتاجاز وبقلي شويه بطاطس. عندي كمان الجبنه البيضه والبيض سلقته. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. كده بعد ما رجعت انا طبعا راجعه من عند ماما، اللي هو ايه، واكله وشبعانه وحتى مش قادره ان انا اتنفس من كتر الاكل. فطبعا بس اولادي ان انا كانوا في المدرسه وانا سبتهم، فطبعا رجعت لقيتهم جعانين، فقلت اعمل لهم كده ايه حاجه بسيطه، اقلب بطاطس على بيض على جبنه واعمل طبق سلطه، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. هنا كده نزلت اسيوط علشان كنت عايزه اعمل تحاليل. طول الوقت حاسه ان انا دايخه وان انا مش مظبطه، مش عارفه ده الضغط واطي ولا السكر واطي ولا ايه، لان انا في فتره الحمل كله السكر عندي كان واطي. فرحت عملت تحليل سكر وعملت تحليل الغده علشان اطمن ان الامور تمام ولا لا. انا بعمل التحاليل دي تبع نقابه المحاميين، لان انا عامله كارنيه محاماه. فبروح اي معمل في المحافظه بتاعتي، محافظه اسيوط، وبختار المعمل اللي يكون متعاقد مع النقابه اللي انا اعمل فيه التحاليل. فبعمل في المختبر على طول. فاخدت رحت النقابه الاول، كنت عايزه اصور لكم بس واخده ابني صغير معايا، فمش عارفه امسك الموبايل كويس ومش عارفه اصور. يعني هي لقطه وانا في العربيه بس اللي عرفت فيها ان انا اصور شويه. كنت عايزه اصور لكم النقابه بتاعه المحامين بتاعتنا، كنت عايزه اصور لكم وانا بعمل التحاليل وانا الكلام ده كله، بس للاسف ما عرفتش خالص لاني ابني صغير معايا. فالحمد لله كده، ادعولي ان التحليل تطلع كويسه ونتيجه التحليل تطلع كويسه وما يكونش فيها اي حاجه، لان انا قلقان جدا من موضوع ان يكون السكر عنده واطي. فالحمد لله رحت بعد كده قلت اصور لكم بقى ايه لقطات كده صغيره وانا راجعه من محافظتي، محافظه اسيوط، بلدنا الجميله اللي انا بحبها جدا. كل محافظاتنا طبعا جميله. فالحمد لله كده كنت راجعه وعملت التحاليل وخلصت، اشتريت شويه حاجات كده وانا راجعه من اسيوط، والحمد لله يعني مشواره عدى على خير. موضوع ان انا اخد ابن صغير معايا بيكون موضوع مرهق ومتعب جدا، ان انت تاخدي طفل وتكوني شايلاه على ايدك، ان انت تركبي عربيه تركبي تاكس، فبيكون بهدله على الاخر. الحمد لله ان الموضوع عدى على خير.
طبعا قدام عينكم شايفين المواعين عامله ازاي. بعد ما رجعت من المشوار بتاع اسيوط كده عملت باميه خضراء انا مفرزاها عندي في الثلاجه، وكمان كان عندي لحمه اتغدينا وده اللي فاض منها كده، قلت احمرها كده بمعلقه سمنه، رشيت عليها ملح وفلفل اسود. وكمان هنا حمرت شويه رز بالشعريه، زي ما انتم شايفين كده كميه المواعين ومنظر المواعين عندي في الحوض. جبت طبق وحطيت فيه بريل، وكنت هستعين بالله كده وابدا اغسل المواعين. وبعد كده ابني الصغير صحي طبعا معرفتش اعمل اي حاجه، قلت اسخن لهم الاكل كده ياكلوا، وبعد كده بعد ما ابني ينام ويخلص ابقى اغسل انا كميه المواعين اللي انتم شايفينها معايا دي. ظبطت كده الرخامه ونضفتها وشلت كل حاجه فيها. وقالوا لي يا حبايبي هو طعم اللحمه متغير، هو انا ليه كل ما بنجيب لحمه كانت اللحمه كده ليها طعم سبحان الله كده، الواحد ياكلها يبقى مستمتع بيها. دلوقتي نجيب اللحمه والله بتكون لحمه بلدي يعني من الجزار وكده، وبرده يعني غيرنا كذا جزار وبرده اللحمه تحسوا كده ملهاش طعم، ولا ليها طعم في شوربه ولا ليها طعم في طبيخ ولا ليها طعم في حاجه خالص سبحان الله. يعني مهما غيرنا الجزار نقول ممكن يكون الجزار ده لحمته مش كويسه. اللحمه طبعا ما بقتش رخيصه، ده غاليه، والناس يعني ما بقتش زي الاول بتجيبها بصفه مستمره، وبرده كل ما بنجيبها نلاقيها ملهاش طعم. هو انتوا زي كده ولا انا بس اللي حاسه الاحساس ده؟ بسخن لهم الاكل كده علشان ياكلوا، وبعد كده هدخل بقى على المطبخ اظبط المواعين. كمان شلت الفرش بتاع الكنب تحت اللي في البيت تحت، وقلت هكنسه، قلت اسفه قلت هغسله. وبعد كده هبدا ان شاء الله امسك اوضه كده وانضف البيت، لان انا بقالي فتره حاسه ان انا اهملت في البيت تحت، فقلت ابدا كده نظافه عميقه، اللي هو اشيل فرش الكنب كل اللي في الاوضه بتاعت اوضه الجلوس، واشيل السجاده وامسح تحتيها واكنس واخلي الدنيا تمام معايا وزي الفل ان شاء الله. كل ده هنعمله مع بعض، مش هجيب لكم الحاجه قبل وبعد ان شاء الله باذن الله. انا هصور وانا بنضف ده كله باذن الله. وطبعا ده بالنسبه لي وبالنسبه لكم وبالنسبه لاي ست بيت اجمل كده مشهد واجمل منظر ان تشوف كل المواعين مغسوله وزي الفل معاها كده. هتكسلوا وهتسيبيهم في الحوض ويبقى هيباتوا في الحوض ومش هتعرفي تغسليهم. هتبداي كده تشغلي الميه السخنه، لو ما فيش عندك سخان حمي شويه ميه سخنه كده على البوتاجاز وحطوا فيهم حته بريل وفي سلك كده وامسكي كوبايه في كوبايه طبق في طبق، هتلاقي نفسك اتشجعتي كده وجسمك بدا يسخن كده ويتنشط، وهتغسليهم وهترتاحي منهم والامور هتبقى معاكي تمام وزي الفل. يا سلام يا سلام ده اجمل حاجه طبعا ان احنا نلاقي الحوض نظيف كده. حدث ولا حرج، المطبخ نظيف لكن الشقه زي ما انتوا شايفين المنظر اللي لا يسر العدو ولا حبيب. الهدوم بتاعت المدرسة مرمية في الأرض، والمخدات مرمية في الأرض، والجاروف والأزايز والسجاد واكلين لي ترمس ودلقينه في الأرض، وزي ما انتوا شايفين. يعني أنا والله ما مخبية عنكم أي حاجة، كل حاجة على عينك يا تاجر بس على مين ان شاء الله هنبدأ كده وكل حاجة هتنضف معانا وتبقى زي الفل. جبت فوطة كده معايا، وكمان جبت ده اسمه معطر. فضيت الازازة عندي فحطيت فيها مية وكلور، وحطيت فيها سنة مسحوق غسيل اللي هو بريل، ونتوكل على الله. شوفوا حاطين الترمس عندي فين، واكلين الترمس وعاملين فيه ما شاء الله عليا. الورق نص ليمونة، مناديل، زي ما انتوا شايفين كل حاجة
دباسة. دي على فكرة فلوس النور، جوزي بيسيبها لي علشان الراجل اول ما بيجي ياخد مني النور فبنزله، يعني لربما يجي وجوزي مش موجود. هنا الدباسة كنا بندبس كتب لابني الصغير اللي هو في اولى ابتدائي. كده مسحت المكتب وحشت كل اللي عليه وخليته نضيف معايا وزي الفل. وجيت هنا مسحت الترابيزه كويس خالص ولميت الكراسي كلها كده على جنب، وشلت السجاده من الارض. شوف التراب اللي تحت السجاده والورق، لان هنا بناكل والعيال ايه مكان ما بتوقع حاجات وكده. وهنا السجاده دي زي ما انتم شايفينها بالمنظر المقرف ده. هشيل السجاده. وشوفوا دي كمية الغسيل كلها اللي انا لميتها. اللي في الارض ده ورق واقع من التوت، وده طشت كده بحط فيه العيش الناشف علشان بخليه للفراخ، بنشفه كده في البلكونه واخليه للفراخ. وبرده كده غسيل مغسول ده المفارش بتاعه الكنب اللي تحت كده غسلتها علشان باذن الله بكره انا بكره افرشها باذن الله على الكنب. شوفوا خلاص يعني احنا دلوقتي الساعه 10 بالليل، ما صدقت ابني كده نام وقلت ايه اتوكل على الله فرصه وابدا ان انا انضف في الشقه. هتقولوا لي التراب ده جه منين؟ انا ما اعرفش، يعني احنا هنا في ارياف فبتلاقوا التراب. يعني بصوا كل اللي طالع من على السلم وكده هما طبعا بيقلعوا الجزم والشباشب قدام الباب، ولما بيجوا من المدرسه ما اكدبش عليكم بيرموا كل حاجه في مكانها. بس التراب طبعا مكان ما، يعني انا ما عنديش مكنسه كهربائيه، فعندي متعذبه في التراب بيلم سجاد كتير وبفضل انفضه في الارض فبينزل كميه التراب دي كلها. برضو هنا عند الأوضة بتاعة الأطفال زي ما انتم شايفين ابن صغير كان قاعد هنا وهدوم مرمية وترابيزات عايزة تتمسح، وعلى طول 24 ساعة مشغلين الكرتون زي ما انتم شايفين. شفت حاجة بالنسبة لي من برا شباك كنت بعرف ما في شي غلط ورحت رميتها وحطيتها في مكانها الصحيح بالنسبة كده مسكت الصالة كلها كده والأوض ورحت كنستها كويس خالص. ولميت الزبالة كده قدام الباب وحطيت السجاد هنا على السلم علشان انفضه كويس بعد ما امسح ان شاء الله واخلي الارض نضيفه زي الفل. كده جبت الجردل اللي بمسح فيه وحطيت فيه كلور، وحطيت فيه كده نص نقطة من الاوكسي علشان تخلي ريحة الارض كويسة. على فكرة اللي في الجردل ده مكان بوهية ناشفة مش وسخ ولا حاجة. انا عارفه ان المكنسه مش نظيفه، بس انا كده ايه بوقع الوسخ من كل الارض، وبعد كده هجور الميه اللي مش نظيفه دي بالمساحه واحط ميه نظيفه تاني من اول وجديد، وهبدا ان انا امسح بيها الارض.
بعد كده ما دعكت الارض كويس خالص بالمكنسه، جبت الشرشوبه كده وهبدا ان انا انشف في الميه. وده بالنسبه لي كده اجمل لحظه ان الاقي الشقه بتاعتي نظيفه وزي الفل. الحمد لله كده مسحت الشقه كلها والمطبخ والحمام وشطبت دنيتي والحوض نضيف وزي الفل. كده اعرف انام وانا مرتاحه من غير ما يكون شايله هم اي حاجه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.